السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الانمي اللي معانا النهارده انمي جامد جدا، انمي الذكاء فيه مش طبيعي. فلو بتحب انميات زي ديس نوت كده فالانمي ده هيعجبك جدا. انا مش هحرق القصه، ولكن من رايي الشخصي الانمي ده عظمه العظمه بجد، وان شاء الله يعجبكم. وعلشان احنا لسه في الاول يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ده طبعا علشان يوصل لكم كل جديد. واذا شايفين الفيديو حلو فياريت توصلونا ال1000 لايك بسرعة، وساعتها هيبقى في مفاجأة جامدة جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ قصتنا في طوكيو قبل الحادث الكبير ب6 شهور، وبيكون 9 و12 ماشيين في الشارع في الصيف، و12 بيبقى يموت من الحر، وبيلاحظ 12 اللي في حمام سباحة قريب منهم، وبيقرر ياخد 9 ويروحوا لهناك. ولما بيوصلوا بيلاقوا مجموعة من البنات بيتنمروا على بنت اسمها ليسا، وبيحاولوا يغصبوها اللي هي تنط في حمام السباحة. وبيضحك البنات وبيقولوا ان دي كانت عايزة تعوم شوية، وبيزقها في حمام السباحة ولكن مش بتقع. ومش بتقدر ليسا تقول ان هما بيتنمروا عليها، وبتحاول تقنع 12 اللي هي تنط بهدومها عادي بمزاجها علشان الجو حر مش اكتر. وبيقول لها 12 وهو كمان، وبينط قبلها في حمام السباحة. وبيروح 9 و12 على مدارسهم، وبيبقى اول يوم مدرسة اليوم في المدرسة الجديدة. وبيبان قد ايه 12 و9 شخصيتهم عكس بعض تماما. وبتوصفهم ليسا ان 12 دافي زي الشمس و9 بارد زي التلج. وبنعرف كمان ان 12 هيبقى في نفس فصل ليسا. وفي وقت تاني بنشوف محققين في مكاتبهم، واحد منهم قاعد يشوف فيديوهات، وبيظهر قدام فيديو، وبيكون الفيديو ده في 2 لابسين أقنعة وبيحذروا الناس إن بكرة الضلمة هتغطي طوكيو كلها، وبيقولوا للناس يخلوا بالهم ما يموتوش. وبيستغرب المحقق جدا، وبيبقى فاكر إن هم شوية عيال صغيرة بتلعب وبتصور فيديو خلاص. وبيخش مديرهم وبيفكر شيبازاكي لأنه ما بقاش محقق دلوقتي. وبنرجع للمدرسة، وهناك بقى البنات بيكونوا معجبين بناين وشايفينه وسيم، وكلهم عايزين يصاحبوه. وبيكتب ناين عليهم وبيقول لهم اللي هو ما عندوش موبايل، بس موبايله بيطلع صوت اشعارات في نفس اللحظه. ادي الكسوف. وبيمشي 9 بعيد عنهم علشان يرد على الرسائل واللي بتكون من 12. وبيروح 9 يقابله على السطح. بيتكلم الاتنين عن قد ايه بقت شعبيتهم كبيره في يوم واحد، ومعظم الطلاب بيتكلموا عنهم. وبيشوف 12 ليسا، وبيلاحظ اللي هي داخله الحمام بصندوق الاكل. وبيبقى 12 مستغرب، بس 9 بيقول له ما يتدخلش. وبنشوف ليسا في الحمام، وبيبان اللي هي مستخبيه من البنات المتنمره وخايفه لدرجة حتى اللي هي مش بتقدر تاكل، وحد قاعد يبعت لها رسائل بشكل متكرر. وفي الليل بيبقى 9 نايم، ولكن بيصحى فجأة بسبب كابوس بيبان فيه انه بيحاول يهرب من حاجة بتطارده. وبيصحى 12 وبيسأله لو حلم بنفس الكابوس تاني. وبنعرف وقتها ان دي مش اول مرة. وبيقول له 12 انه كان عارف ان ده هيحلم بنفس الكابوس تاني، وانه لاحظ ان ليسا ليها نفس نظرة عيون اطفال دار الايتام شبههم كده بالظبط. هو بيرد عليه 9 ان هم كانوا ضعفاء وعشان كده ماتوا، وده هو كل اللي حصل. وبيبقى مش موضح قصده مين، وانهم كانوا ضعفاء وقتها علشان ما قدروش يحموهم، بس دلوقتي لا. وفي اليوم اللي بعده بيروح 9 و12 المبنى حكومي، وهناك 9 بيفكر 12 انه فاضل 3 دقايق والكهرباء تفصل، وهيبقى قدامهم 26 دقيقة علشان تشتغل تاني. وبيسأل 12 لو فاكر تخطيط الادوار، و12 بيأكد له انه فاكر كل حاجة. وبتشوفهم ليسا بس مش بتتكلم معاهم، وبتجري للحمام، وهناك نفس الشخص بيفضل يبعت لها الرسائل تاني تتمنى ليسا لو كل البشر يختفوا. وبعد دقايق الكهرباء في طوكيو كلها فعلا بتتقطع وكل حاجة بتتفصل. وبنروح لشيبازاكي في المكتب بتاعه مع زميله اللي بيستغربوا ان الكهرباء قطعت. وشيبازاكي بيقول له اكيد هترجع تاني بعد دقايق، بس بيفتكر كلام الولاد من الفيديو وان هم كانوا قايلين في الميعاد ده بالظبط ان الضلمه هتغطي طوكيو كلها. وبيطلب من زميله موكاسا اللي هو يشغل الفيديو تاني. وبيبقى الناس كلها قلقانه بسبب قطع الكهرباء المفاجئ اللي واقف كل مصالحهم. وبيبقى 9 و12 اخدين لعب وبيحطوها في اماكن عشوائيه في كل حته، وبيجروا بسرعه علشان يلحقوا قبل ما الكهرباء ترجع. لحد لما ليسا بتلاحظ 12 وبتوقفه، وبيسالها 12 بتعمل ايه لوحدها، وبيديها واحده من الالعاب اللي بيحطها في كل زاويه المكان، وبيقول لها ما تسيبوهوش لحد لما هو يقول. وفي مكتب شيبازاكي بيبقى مشغل الفيديو مع موكاسا طبعا، وشاكك ان قطع الكهرباء ده ليه علاقه بكلام الولاد اللي في الفيديو، بس موكاسا
بيحاول يقنعه ان دي مجرد صدفة مش اكتر. ولما بقى الكهرباء بترجع بيعمل ناين حاجة في موبايله بتخلي الالعاب اللي فرقها حوالين المكان هو و12 اللي هم يرنوا فجأة، وبيبقى الاتنين واقفين على السطح وبيسأل ناين لو كل حاجة مشيت زي ما خططه، بس 12 بيقوله ان حصل حاجة غير متوقعة وان ليسا شافته. وفي نفس اللحظة دي الالعاب كلها بتنفجر فجأة وبتبقى ليسا نازلة على السلم وهي شايلة اللعبة وبتسمع صوت صفارة الحريق، وبيحصل إخلاء للمبنى ورشاشات المية لما بتنزل المية على الألعاب بتنفجر أكتر. وبنعرف من 12 اللي هو اداها واحدة من الألعاب دي علشان تنفجر معاها ويقدروا يخلصوا منها والخطة ما تبصش، وان هم يقدروا يقتلوها او ينقذوها في الوقت المناسب. وبيسألوا ناين لو هو بيحاول يعيد نفس اليوم ده تاني وبيبتسم 12 من غير اي رد. وبيقول له ناين عن ليسا اللي هي غريبة، بس 12 بيقول له ان ممكن دي تكون نهاية كوابيسه. وبيتصل الاتنين بليسا وبيسألها 12 لو قدرت تحفظ اللعبة زي ما قال لها، وبيسحب ناين منه الموبايل وبيكلمها وبيقول لها قدامها خيارين، يا اما تموت مكانها او تبقى مجرمه. وبتبقى ليسا متردده ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، ولما بتسمع صوت الانفجار بره بتقول لهم اللي هي مش عايزه تموت. وبيبقى ناين عارف من صدى الصوت ده انها على سلم الطوارئ وبيسالها على الدور، ولما بيعرف الدور اللي هي فيه بيدلها على طريق الخروج بامان من المبنى اللي هي فيه طبعا. وده في نفس الوقت اللي الانفجارات بتبقى لسه بتحصل فيه. وبتنزل ليسا وهي مرعوبه، بس ناين بيكون لسه معاها على التليفون وبيقول لها تعمل ايه خطوه في خطوه، وبيقول لها تحط اللعبه على الارض، وبيطلب منها اللي هي ترجع لورا وتستخبى بسرعه. وبتنفجر اللعبه، وفي نفس الوقت ده الاسعاف والمطاف بيبقوا قربوا يوصلوا، وبيبقى 12 واقف تحت المبنى وبيبص ليسا وبيشاور لها تنط. وبالرغم من خوف ليسا مش بيبقى قدامها خيار تاني، وبتنط فعلا قبل لما المبنى كله ينهار بثواني. وبيبقى ناين واقف بعيد عن المبنى بس في مكان يقدر يشوفه فيه، وبيصوروه وهو بينهار. وبيوصل 12 على الموتوسيكل بتاعه ومعاه ليسا، وبيقول لها ناين اللي هي اختارت تبقى مجرمة وده خيارها وهي ما تقدرش ترجع فيه دلوقتي. وبنروح لمكان الانفجار وبيبقى فيه شركة ومطافي وإعلان، وكله بيحاول يعرف سبب الانفجار ده، ومش بيبقى فيه أي ضحايا، بس الإعلان بيعتبرها عمليات إرهابية وبيبقوا لسه بيحققوا في الموضوع علشان يعرفوا الحقيقة. وبتروح ليسا للبيت وما بتقول لها اللي هي قلقت عليها جدا وهي مش بترد طول اليوم. وبيبان على ام ليسا اللي هي مش طبيعية لما بتمسك ليسا جامد وبتفضل تقول لها تعترف ان هي عايزة تهرب منها برضه كده زي ما حصل لابوها. وبتهرب ليسا منها بالفعل وبتقفل اوضتها وبتقعد مع نفسها وبتفضل تفكر في كلام ناين وان هي ما تقدرش تتراجع، وبتبقى خايفة ليسا وحاسة بتشاؤم من كلامه ده. وفي اليوم اللي بعده بتعمل الشرطة مؤتمر عن الانفجار المبنى الحكومي ده. بيتكلموا في المؤتمر ده ان جرس الانذار كان مقفول وقت الحادثة، واخلاء المبنى حصل بنجاح وما كانش فيه اي ضحايا، وفي بس شوية ناس حصل لهم اصابات خفيفة. وبيتكلم واحد من المحققين ان عندهم تقرير عن فيديو ليه علاقة بالمشتبهين قبل الجريمة، وان هم استخدموا برنامج غريب وقت التصوير بيخلي صعب حد يحدد موقعهم. وبيعترض شخص اسمه همورة من قسم التحقيق الاول وبيقول ان الولدين اللي في الفيديو دول شكلهم صغير وبيشك ان هم ليهم علاقة بالانفجار. وبيرد عليه المحقق ان هم لسه بيحققوا في الفيديو. وبيتكلم اوكانو رئيس قسم التحقيقات انهم للاسف ما يدروش حتى يعرفوا اي حاجة من الكاميرات بسبب قطع الكهرباء في نفس الوقت اللي حصل في الحادث. وبيقول حد منهم ان ممكن المجرمين دول يبقى ليهم علاقة بقطع الكهرباء، وبيردوا الفريق عليه ان هم حاليا بيحققوا فعلا في الموضوع وبيحاولوا يعرفوا مين اللي ورا قطع الكهرباء ده. وفي الاخر بيتكلم متخصص وبيسألوه عن نوع القنبلة، وبيقول لهم انه الاول محتاج يشرح لهم تخطيط مبنى طوكيو الحكومي، وبيشرح لهم ان العواميد اللي معمولة منها المبنى اقوى 4 مرات من اي مبنى عادي، وبيعتبروها خارقة بسبب قوتها ومستحيل الأعمدة تتدمر بقنابل عادية وبسيطة الصنع. بيقول لهم المختص إن هم لقوا مادة كيميائية في موقع التفجير معروف عنها اللي هي مش نادرة وموجودة في كل حتة وبيستخدموها في الحامل الحديد حتى. وبيشرح لهم التفاعل الكيميائي اللي اتعملت منه القنبلة، وإن المواد اللي اتعملت منها بتخلي القنبلة تسخن جدا لدرجة أعلى حتى من الدرجة اللي بيدوب فيها الحديد. وبيبقى استخدام المادة دي أسهل من البارود، وإن هم استخدموها علشان يدوبوا الأعمدة. وكمان التفاعل اللي بيحصل بيزيد بالمية، فإنذار الحريق
كان لازم يطفي علشان بيزود الانفجار. ومع انهم ما نشروش القنابل دي في كل حتة في المبنى، بس قدروا يحطوها في اماكن معينة تخلي العواميد تنهار والمبنى كله يقع. وبيوصفهم المختص ان هم اكيد عباقرة علشان يقدروا يخططوا لكل ده. وبيزود المختص ان كان في نوع قنبلة واحد مختلف عن الباقي، وده اللي ما قدرش يفهمه، ووجودها ما كانش أساسي في وقوع المبنى. وبيبقى المختص حاول يعيد تركيبها بس مش بيعرف، بس بيقدر يجمع حروف كانت مكتوبة عليها وبتبقى حروف كلمة أمل. وفي وقت تاني بيبقى رئيس التحقيق قاعد بيفكر في الموضوع مع واحد من المحققين، وبيبقوا خايفين ان الموضوع ده يعمل رعب للسكان. وبيبقى رئيس متأكد ان الشباب اللي عملوا كده مش مجموعة إرهابية، وبيبقى قسم التحقيق لازم يتعاون مع قسم السلامة العامة. وفي المدرسة بتبص لسه على ترابيزة 12 اللي مش بيكون موجود، وبيبقى 12 مع 9 في الوقت ده وبيتكلموا عن الأخبار وكلام الإعلام عنهم. وبيسأل 9 هيعملوا إيه في ليسا علشان تعرف سرهم، وبيقول له إنه ما يعتقدش اللي هي عندها الشجاعة تقول للشرطة عليهم. وبيسأل 12 9 ليه بيستخدم كلمة مجرمة معاها، وبيرد 9 إن هو بس كان عايز يسكتها وما يخليهاش تقول لأي حد على السر. وبيخلص الاتنين كلامه وبياخد 9 الموتوسيكل بتاعه وبيروح البوليس وبيقول لهم إنه عنده طلبية من مطعم وبيسمحوا له يخش يسلمها. وبيبقى 9 شايل معاه صندوق المفروض فيه الطلبية وبيعدي من جنب الضابط بكل سهولة ومحدش بيشك فيه، وبيقدر يحط ملاحظة على طفاية الحريق من غير ما حد يلاحظ. وبيسيب 9 الصندوق وبيمشي من غير ما يلاحظ وجود كاميرا مراقبة في الزراعة اللي قدامه. وفي المكتب بتاع شيبازاكي بيكون موجود موساكا، وبيبقى موساكا أخد موضوع الفيديو جد مع إن هما ملهمش علاقة بالتحقيق. وبيقول شيبازاكي إنه بيحاول يعرف حركة سفنكس الجاية. وبيلاحظ موكاسا إن هما نزلوا فيديو جديد، وبيبقى 9 و12 في الفيديو وبيسألوا الناس لو عجبهم متفجرات مبنى طوكيو، وبيقولوا ان هم عملوها بايديهم مخصوص علشانهم. وبيوريهم 12 اللعبة اللي كان فيها المتفجرات، وبيقول لهم 9 انها لسه البداية وان هم هيحطوا القنبلة الجاية في وقت قريب جدا. وبيقول لهم 9 على لغز يحلوه، وبيبقى اللغز ده ايه الحاجة اللي بتمشي الاول على رجلين وبعدين 4 وبعدين 3. وبيقول الاتنين ان هم لو قدروا يحلوا لغز القنبلة هتبقى ليهم. وبيخلص الفيديو، وبالنسبة للمحققين بيبقوا قاعدين هيتجننوا ومش فاهمين ازاي عيال زيهم بيستهزئوا بالكبار كده. وبيشك حد فيهم انه ممكن ان هما بيستخدموا شباب صغير يتكلم بدلهم، وان العيال دول مش هما العقل المدبر ورا الجريمة دي. وبيجي الرئيس كوراهاشي وبيقول لهم ان المشتبه بيهم بيسموا نفسهم سفنكس، وبيبقى ده النطق الاغريقي لاسم مخلوق اسطوري وليه علاقة بعقدة أوديب النفسية. وبيحكي كوراهاشي عن قصة أوديب، وبيبقى والد أوديب جاله نبوءة انه ابنه هيقتله، وعلشان كده اترمى أوديب في الغابة من اول لما اتولد. بس أوديب في الاخر بيقدر يكبر وبرضه بيحقق النبوءة وبيقتل ابوه، ووقتها حتى ما كانش يعرف ان ابوه لما قتله. وبعدها بيتجوز أوديب مرات الملك، بس بتطلع زوجة الملك دي تبقى والدته. ولما بيعرف أوديب الحقيقة مش بيقدر يستحمل الذنب وحاول يعاقب نفسه بانه خلع عينه وبقى اعمى. وفي الوقت ده بتبقى ليسا في المكتبة وبتقرا عن قصة أوديب، وبيقابلها 12 هناك وبيكلمها وبتسأله ليسا عن سبب وجوده وانه كان بيراقبها. بس 12 بيتجاهلها وبيتكلم في مواضيع تانية، وبتسيب ليسا المكان وبتمشي وهي خايفة. وبنرجع لكوراهاشي وهو بيقول ان أوديب راح الدولة اللي ابوه مات فيها، وهناك قابل الوحش سفنكس اللي سد طريق المدينة، واللي كان معروف عنه انه يبقى عنده لغز للناس اللي عايزه تخش المدينه دي. وطبعا بيسمح لهم يخشوا لو هم جاوبوا صح، ولو غلطوا بياكلهم. وبيسال واحد من المحققين عن نوعيه الالغاز اللي كان بيسالها، وبيقول كوراهاشي نفس اللغز اللي قاله 12 و9 في الفيديو بتاعهم. وبيسالوا المحققين عن جواب السؤال ده، وبيقول لهم كوراهاشي ان جواب السؤال ده هو الانسان، والاجابه بتبقى الانسان علشان الطفل بيحبي على 4 اطراف، ولما بيكبر بيستخدم رجليه، ولما بيشيخ بيستخدم العكاز فبيبقوا 3. وأوقات الصبح والظهر والمساء بتمثل مراحل الحياة بتاعت الإنسان، بس برضو مش بيبقوا فاهمين إيه علاقة ده بمكان القنبلة، وبيشكوا إن الأرقام ممكن تبقى مقصود بيها اسم المكان. وبيلاقوا فعلا مركز بحوث عن الحمض النووي له علاقة بنفس الأرقام دي، وبيقرروا يجهزوا أمر بالتفتيش للمكان. وبيوصل الموضوع للإعلان و9 بيعرف بالموضوع ده، وفي الوقت ده
شيبازاكي بيتصل بكوراهاشي وبيقول له انه كان بيفكر في اللغز، وبيبقى شيبازاكي عارف يحل اللغز ده فعلا، بس ما بيعرفش ان كوراهاشي سبقه. بس شيبازاكي بيقول له ان ده جواب واحد من اجابتين، وبيقول له ان في نسخة تانية من قصة اوديب وحل اللغز فيها مختلف تماما، وانه حله هو اوديب نفسه، وبيشرح له ان ده معناه قسم الشرطة نفسها هو اللي فيه القنبلة، والرقم اللي قاله بيدل على قسم شرطة ريبونجي، وبيبقى القنبلة هي نفسها الصندوق اللي حطه ناين في القسم قبل كده. وبيقدر ناين يفعل القنبلة عن طريق موبايله، وبينفجر اسم الشرطة، وفي نفس الوقت اللي بيبقى 12 بيتكلم فيه ليسا وبيقول لها انها مجرمة بس مش واحدة منهم، ولو فتحت بقها هيقتلها. وبالرغم من ان شيبازاكي عرف اللغز صح بس بيبقى تأخره جدا، وبيقول كوراهاشي لشيبازاكي إن من 6 شهور اتسرق بلاتينيوم من مصنع معالجة وقود نووي، وإن وقتها اللي سرقوها اختفوا بسرعة شديدة وسابوا وراهم رسالة فيها نفس حروف الرسالة اللي لقوها في مبنى طوكيو. وبيقول كوراهاشي إن هما بيحاولوا يبدأوا حرب على الدولة، وبيطلب من شيبازاكي يرجع يشتغل معاهم من تاني. وبيبان على المحقق هامورا اعتراضه على شغل شيبازاكي، وإنه كمان يبقى رئيسهم عشان هو حاليا مجرد موظف في السجلات. بس واحد بيرد عليه وبيقوله إن شيبازاكي كان محقق شاطر جدا من القسم الأول وكان مشهور جدا كمان، بس برضه بيبقى المحقق معترض علشان شايف إن شيبازاكي دلوقتي بقى مجرد موظف عادي مستني التقاعد. وبيرجع شيبازاكي لمكتبه كمحقق، ولما بيشوفوا هامورا بيتضايق وبيسيب المكتب على عكس الكل اللي بيكونوا مرحبين بيه. وعند 9 و12 بيسأل 12 عن اللي هم هيعملوه لو محدش عرف يحل اللغز اللي جاي كمان، وبيقول له 9 ان وقت تفجير قسم الشرطة كان في عربيات تبع قوات محاربة الإرهاب النووي والبيولوجي والكيميائي موجودين هناك. وبيبقى 9 شاكك إن حد اكتشف الحاجة اللي بيسعوا وراها فعلا، وبيبقى حاسس إن هم محتاجين يتأكدوا من دي المرة دي، وبيحضر قنبلة للخطة الجاية. وبيراجع المحققين الكاميرات بتاعة الاسم وهم مستغربين ازاي المجرم دخل بكل حاجة القسم كده وقدر يحط القنبلة اللي كانت على شكل صندوق أكل، وبيعتبروا ده تحدي واضح للشرطة وإن هم أكيد بيجهزوا قنبلة تانية وهم بيتكلموا. وبنشوف بعدها شيبازاكي وكوراهاشي مع بعض، وبيحكي كوراهاشي إن واحد من المتهمين في سرقة البلاتينيوم النووي ده كان موظف بقاله شهور بس شغال في المؤسسة واسمه ميجيما، واللي بيطلع شخص مش حقيقي إنما الشخص انتحل شخصية واتسلل للمكتب واشتغل هناك لكذا شهر. وبيوريه كوراهاشي رسمة لوش يوزو من وصف الموظفين ليه واللي ملهوش حتى صورة علشان صورته اتمسحت من البيانات بطريقة مجهولة. وكمان يوزو كان معاه متهم تاني بس اختفى فجأة وما قدروش يلاقوه. وبيبقى يوزو من وجهة نظر شيبازاكي شكله مجرد ولد صغير مش شخص كبير. وبيحكي شيبازاكي انه طول عمره كره الصيف علشان كان من مدينة هيروشيما واللي كانت كلها ناس كبيرة في السن وما كانش بيلاقي حد حواليه من نفس سنه. وبيسأله كوراهاشي لو قبل القضية علشان هو ضحية الجيل التاني لقنبلة هيروشيما وعشان مش قادر يسامح المجرمين اللي بيستعملوا الأسلحة النووية. واليوم اللي بعده بنشوف هامورا بيحقق مع مجرم بس بيبان استهزاء المجرم بيه وإنه مش واخده بجدية، وبيتدخل شيبازاكي في التحقيق وبيتكلم مع المجرم وبيبان توتر المجرم فجأة من كلام شيبازاكي عن شخص غريب كان بيزور بيته وبطل فجأة. وبيقدر شيبازاكي يجيب دليل من اللابتوب الجاني ان حد طلب منه يقطع الكهرباء وقت الحادث. انا قصدي هنا على حادث انفجار المبنى الحكومي وانه اخد مبلغ مقابل ده. وبيفكروا ان هما ممكن يوصلوا للمجرمين عن طريق تحويلات الفلوس، بس شيبازاكي بيقول ان اكيد الفلوس اتحولت من حساب مزيف. وبيلاحظوا كمان ذكاء المجرم وانه قدر يعرف ان لو الكهرباء قطعت في خط كيجودو الكهرباء هتقطع في المدينة وعن مبنى حكومي كمان. بس بيبقى شيبازاكي مستغرب ليه مجرم بالذكاء ده هيسيب رسالة للشرطة تقدر تتبعه، وحتى في مركز الشرطة ساب دليل كأنه قاصد. وفي الوقت ده بيفتح عليهم الباب فجأة علشان يتقال لهم ان سفنكس ظهروا تاني. وبيبقى الاتنين نزلوا فيديو جديد وبيبقى اللغز المرة دي ايه؟ البيت المجاور لمنزل الملك اللي حل اللغز، وبيحذروهم ان لو اللغز ما اتحلش هيبقى فيه انفجار تاني وقدامهم لحد 10 الصبح تاني يوم قبل الانفجار. وبيعيد شيبازاكي الفيديو وبيلاحظ ان 12
كان بيعمل حركة بإيديه كأنها صلاة دينية، بيفكر إن الممكن اللي المقصود بكلمة منزل الملك ضريح في مكان معين، وبيفتكروا إن اللي حل اللغز كان أديب، وبيقترح حد إن ممكن يبقى في تلميح في جملة تمشوا وانتوا بتعرجوا اللي قالها 12، وبيقول لهم شبازاك إن اسم أديب ده معناه الرجل المتورمة، وإنه لما أبوه الحقيقي سابه في الغابة حط مسمار في رجله علشان ما يقدرش يهرب، ومع ذلك راعي بسيط لقاه ورباه. وبتقول بعض النظريات إنه عاش طول عمره أعرج، وبيحسوا إن هم لازم يتحركوا بسرعة وما عندهمش وقت يحلوا اللغز، خصوصا ان سفنكس اول مرة يحط ميعاد، وبيقرروا يفتشوا كل المدينة علشان ما فيش حل تاني. وبنشوف بعدين ان شيبازاكي رجع يقعد في المكتب بتاع السجلات، وبيقعد هناك يفكر، وبيبقى موكاسا قاعد معاه علشان ما يحسش بالوحدة، وبيقول له يمكن سفنكس حاسين بالوحدة برضه علشان هما في الاخر عيال صغيرة ويمكن عايزين شوية اهتمام. وبيبقى موكاسا قاعد يلعب لعبة فيها تنين، وبيوري شيبازاكي وبيفتكر شيبازاكي حد من اجداد والدة أديب بسبب اللعبة. وبنشوف ليسا في البيت بتلم شنطتها وبتبقى مترددة وهي ماسكة الموبايل، وواضح اللي هي عايزة تكلم الشخص اللي بيتصل بيها دايما ده، وفي النهاية بتتشجع وبتكلمه بس مش بيرد، وبتفتح ليسا الباب علشان تسيب البيت، بس مامتها بتسمع الصوت وبتجري ليسا بسرعة بدل ما تواجهها. واليوم اللي بعده بيبقى المحققين مجتمعين، وواضح ان شيبازاكي عنده خطة، وبيبقى المحققين مش مقتنعين بقى خالص، وبيسألوا كوراهاشي لو هو عايز يستفز المجرمين دول، وبيقول شيبازاكي انه هيتحمل المسؤولية لو حصل اي حاجة. بيتعصب عليها مورا وبيقول له انه مش هيقدر يتحمل المسؤولية في منصبه الحالي، والاعلى منه هم اللي هيلبسوا المصيبة دي، ومع ذلك بيتجاهل شيبازاكي كلامه وبيفضل مصر على الخطة. وبنروح لناين اللي بيبقى بيفتكر ذكرى ليه من دار الايتام لما كانوا بيسموهم، وبيقرروا يسموهم بأرقام بدل الأسامي علشان هم تم التخلي عنهم وما لهمش أي اسم، وبيفتكر كمان ذكرى هروبه من الدار وزمايله اللي ما يقدروش يهربوا معاه. وبيجي 12 وبيسأله لو رجع يحس بصفير تاني في ودانه، وبيحاول ناين يعمل نفسه كويس، وبيطلب منه 12 يبطل يكذب. وفي الوقت ده بيطلع شيبازاكي لايف علشان يرد على لغز سفنكس، وبيقول لهم إنها جدة أمه كان تنين في هيئة بشر، وإن النظريات بتقول إن أديب عاش طول عمره أعرج، وإن التنين اللي هم قصدوه في اللغز هو أهار باكي. وبيبقى 12 قاعد بيسمع ومبهور بكلام شيبازاكي وذكائه، وبيكمل شيبازاكي كلامه إن هرابيكي ده كان ملك غامض من مناطق كانتو وتوهاكو، وإنه بعد ما خسر بيته اضطر يروح أماكن مختلفة لحد لما بقى مرهق وبيجر رجليه وراه، وبيربط الكلام ده كله بضريح أراباهاكي اللي موجود في تاجو في مياجي. وبيظهر شيبازاكي الضريح المقصود فجأة على الشاشة، وبيعرف ناين إن هما وصلوا للمبنى اللي جنبه اللي فيه القنبلة، وبيشوفهم في كاميرا المراقبة اللي متركبة في القنبلة، وبيقدروا فعلا يفكوا القنبلة وكمان يحلوا اللغز بتاع سفنكس. وبيبقى 12 وناين معجبين بشيزاكي جدا، وبيزقهم شيزاكي في اللايف وبيقول لهم إن اللي بيعملوه ده ملهوش فايدة وهم لازم يبطلوه، وبيقلق كوراهاشي كلامه ويستفز المجرمين وبيطلب يقطع البث حالا. وبيلاحظ ناين إن الشرطة في الفيديو كانوا لابسين بدل متخصصة للمواد الكيميائية النووية، وده معناه ان الشرطة لزقت لهم طعم سرقة البلاتينيوم اللي حصلت من شهور. وبنشوف بعدين هامورا اللي بيسأل كوراهاشي عن شيبازاكي وعنده فضول تجاهه علشان سمع انه كان رائد في القسم الاول، وبيبقى مستغرب اللي حصل له وخلاه كده دلوقتي. وبيحكي له كوراهاشي ان من 15 سنة امين المجلس التشريعي وقع من اوضة الفندق واللي اتحكم انه كان حادث انتحار، بس شيبازاكي ما صدقش وحس ان الراجل كان متورط في مؤامرة، ووصل لدرجة اللي هو استجوب ناس سياسيين كبار وعشان كده نقلوه للسجلات. ومع ذلك شيبازاكي عمره ما نسي الموضوع واضطر يقبل بس بسبب عيلته وخوفه عليهم. وبنروح لليسا اللي بتكون هربت من البيت وبتتجاهل مكالمات امها، وبتسمع ناس في الشارع بتتكلم على طلاب مدرسة اتقبض عليهم، وبتتخض لثانية بس بتلاحظ ان هم مش فينكس. وبنرجع للشرطة وبيكونوا عملوا فحص للقنبلة الأخيرة اللي لقوها، وبيكون نوعها انفو، وبيعرفوا ان هم اشتروا الصاعق الكهربائي اللي استخدموه في القنبلة من شركة شول بارود. وبيستغرب المحققين الكلام وبيسألوا ازاي هيشتري المجرمين القنبلة من الشركة المصنعة كده بكل سهولة، وبيرد عليهم واحد من الرؤساء ان هم اخدوا موافقة من مكتب طوكيو الحكومي علشان يشتروها طبعا، وبيقول لهم ان المشتبه بيه
عمل نفسه شغال مقاول بناء اسمه هنابيشي، وعنده استمارة طلب مزورة وفيزا مزورة لشخص تاني استعملهم علشان يشتري البارود، وبيبقى قدر يعمل الفيزا المزورة عن طريق مواقع غير شرعية من الصين أو روسيا. وكمان هو اشترى البطاقة بعملة رقمية، وده بيخليهم مش قادرين يجيبوا عملية الشراء علشان صعب تتتبعها، بس بيقدروا يوصلوا لباقي المشتريات اللي اتعملت بالفيزا المزورة دي اللي معظمها حاجات عادية واشتراها اونلاين عادي. وبالرغم من كل المعلومات دي الا ان هم مش هيبقى عندهم اي معلومات عن المجرمين يقدروا يمسكوها بيها، وبيحس امورا ان هم كل لما بيلاقوا ادلة اكتر بيبعدوا اكتر عن المجرمين. وبيقول له زميله ان هم اكيد بيعملوا كده علشان يتوهوا الشرطة، بس برضه هامورا بيستخف بيهم وبيبقى شايفهم شوية اطفال. وفي الوقت ده بيبقى شيبازاكي سافر لمدينة تانية وبيدور هناك على شخص اسمه يوشيهرو، وبيوريه يوشيهرو صورة الشخص المتهم في سرقة البلاتينيوم من المختبر النووي، وبيقوله انه مجرد شاهد عيان على حدث صغير بس محدش فاكره. وبيبدأ يوشيهرو يحكي له عنه وانه مش شخص اجتماعي وكان دايما بيفضل في حاله. ولما سأله قبل كده عن نوع الموسيقى اللي بيسمعها قال له موسيقى من أرض باردة، وبيسأله شيبازاكي لو فاكر أي حاجة تانية حتى لو تافهة، فبيرد عليه يوشيهرو إنه سأله قبل كده عن المفرقعات بتعمل إيه وإنه ثقته مردش وقتها وافتكر اللي هو عصبه. وبيفضل شيبازاكي يحاول يربط كل حاجة ببعض من أول الألغاز لحد سرقة البلاتينيوم، وبيروح ل 12 و 9 وبيخترق الاتنين المواقع الخاصة بالشرطة وبيوصلوا لبياناتهم. وبيرجع شيبازاكي تاني لمدينته بيسأله كرهاشي لو وصل لأي معلومات عن الجاني، بس بيقوله شيبازاكي إنه كان انطوائي جدا ومش بيكلم حد، وبعض الموظفين حتى مش فاكرين إن هو كان شغال هناك أصلا. وبيبقى شيبازاكي مستغرب وبيسأله نفسه لو الشخص ده موجود في الحقيقة أصلا، وبيبقى حاسس إن المجرمين قدروا إن هم يغطوا كل آثارهم بشكل كويس جدا. بس شيبازاكي سافر برضه للمدينة التانية علشان كان فاكر إنه ممكن يلاقي أي أثر، علشان حتى لو مسحت سجلاتك والأدلة مش هتقدر تمسح ذاكرة الأشخاص. وبنرجع لناين اللي دور في سجلات الشرطة على بيانات شيبازاكي من بين كل الضباط، وبيبقى شيبازاكي في الوقت ده مع مكاسة في مطعم وبيسأله موسيقى من أرض باردة ممكن يبقى معناها إيه بالنسبة له. وبيوقف البرنامج في التلفزيون فجأة علشان يعلنوا جريمة جديدة ليها علاقة بسفنكس، وبيظهر إن 9 و12 نزلوا فيديو جديد ولغزهم الجديد بيبقى عن المكان اللي حل الملك فيه اللغز واللي كان فيه النبوة المخفية، وبيقول اللي هيبقى فيه انفجار كبير جدا من قنبلة مخفية، وبيطلب منهم 12 يلاقوا القنبلة ويوقفوها بكل سخرية. وبيسيب شيبازاكي المطعم وبيجري المكتب حالا، وهناك بيقولوا ان المكان الاخير اللي كان فيه أوديب كان العالم السفلي، وانه اخد بايد بناته على سلم من البرونز للعالم السفلي. وبيفتكروا ان سفنكس في الفيديو ده قال يستعملوا الحروف بدل البرونز، وبيفهم شيبازاكي ان المقصود بالحروف التعليقات على الفيديو ده. وبينزل لحد لما بيلاقي رابط وبيخشه وبيفتح الرابط على موقع فيه عداد، وبيفهموا ان المقصود بالعالم السفلي هو النت. وبيعمل شيبازاكي بحث باسم المكان اللي أوديب عرف فيه النبوءة، وبيبقى فيه عواميد أساسية للمعبد. وبيشك شيبازاكي إن هما لو دخلوا اسم الشخص اللي بتشير ليه العواميد دي في الموقع ممكن يقدروا يوقفوا القنبلة، بس البقية بيبقوا شايفين إن ده تضييع وقت، وسفنكس بيحاول يبعدهم عن الهدف. بس شيبازاكي بيعترض وبيدوس على رابط تاني في الموقع، وبيطلع لهم فيديو لقسم الشرطة اللي فجروه قبل كده وهو بينفجر. وبيبقى الشرطة قدامهم لحد نص الليل علشان يلاقوا حل، وبيقرروا يدوروا في كل المعابد والضريح. وبيفضل الموظفين يشوفوا كل الفيديوهات والكاميرات المراقبة بتاعة المعابد في محاولة يلاقوا فيها أي أثر، لحد لما بيشوف واحد منهم موتوسيكل بيشكوا فيه. وفي مكان تاني بنعرف إن 12 كان بيراقب تحركات ليسا كل الوقت ده، واخد باله اللي هي هربت من البيت، وبيحاول يقنع 9 يجيبها عندهم. وبيبقى 12 وعد 9 إن هو ما يتدخلش في شؤونها تاني، بس 12 بيفضل يقنعه اللي هي هربانه من البيت دلوقتي وممكن تبلغ عنهم، والاحسن ان هم يراقبوا ليسا من قريب. وبنرجع لموظف كاميرات المراقبه اللي قدر يلاحظ ان الشخص اللي حط القنبله في الاسم واشترى البارود من المصنع هو نفسه الشخص اللي في الفيديو اللي طلع مبنى سكني. وبالرغم من ان هم مش متاكدين بيؤمر هو كرهاشي يبعتوا متخصص في القنابل للمبنى بسرعه. وفي نفس الوقت ده بيبقى شيبازاكي بيحاول بكل جهده يوصل لكلمه السر اللي هتوقف القنبله، وبيخش هامورا عليه علشان يقول له اللي هم اكتشفوا مكانهم وانهم عملوا غلطه كشفتهم. وبيستغرب هامورا ان شيبازاكي مش راضي يجي معاه،
ومصر يحل اللغز، وبيقول له شيبازاكي ان هم قالوا لهم يوقفوا القنبله مش يلاقوها زي المره اللي فاتت، وكمان حذرهم من الغش. وبيروح 12 ليسا في الوقت ده وبيقول لها ترجع بيتها، وبتقول له يسيبها في حالها، بس 12 بيقول لها لو سابها كده هتجيب لهم مشاكل. وبتحس ليسا وقتها بالغباء علشان هربت وانها ملهاش اي مكان تاني تروحه، بس مش عايزه تدخل 12 فبتسيبه وتمشي. وبيوصل الشرطه للمبنى اللي فيه القنبله مع المتخصصين، وبيبقى فاضل 5 دقايق بس والقنبله تنفجر. وبيبقى شيبازاكي لسه بيفكر لحد لما بيجي في باله جمله اعرف نفسه، واللي تعتبر واحده من عواميد معبد أوديب. وبيقتحم الشرطه المبنى وبيفضلوا يدوروا على القنبله في الوقت اللي بيخش فيه شيبازاكي الباسورد صح، بس العداد بتاع الوقت مش بيقف. وبيظهر فيديو للشرطة وهي مقتحمة المكان، وبيقول الموقع ان هم بيغشوا وعشان كده القنبله ما وقفتش وبتنفجر. وكمان بيقدر ناين يخترق موقع التحقيقات الرسمي وبينزل كلام يستخف بيهم عليه. وفي الوقت اللي بيبقى 12 قرر ياخد ليسا معاه وما يسيبهاش، وبتساله ليسا لو هيدمر العالم كله، وبيفضل 12 يضحك وبتضحك ليسا معاه من غير ما تفهم السبب. وطبعا لما بيوصلوا بيبقى ناين رافض وجودها، وبتقع ليسا فجأة مغمى عليها قدام الباب. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. تفتكروا ايه اللي هيحصل الجزء الجاي؟ انا بس هحمسكم واقول لكم ان مستوى الذكاء هيعلى جامد جدا الحلقه الجايه، فلو عايزين تشوفوها يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتعملوا كومنت برايكم، واذا عندكم اي نصايح فيا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. وشكرا لكم جدا ومع السلامه.